بسم الله الرحمن الرحيم. ninkan waxaa la yidhaahdaa Talaal Abu Ghazaalah. waxa uu u dhashay wadanka Urdun. waa nin heer fiican jooga, dhan aqoon, dhan dhaqaale iyo dhan iclaam. waxa uu leeyahay shirkad, mu'asasaad iyo tiim ay wada shaqeeyaan. insha allahu tacaala aynu isla eegno maqtac yar oo muuqaal yar oo isaga laga duubay oo aynu soo turjunnay. أنا أقمت في البلد الكريم العزيز الكويت، حيث تأسست كل مؤسساتنا التي أصبحت في مقدمة مؤسسات العالم. وكان صدفة لي شرف أن تعرفت على رئيس غرفة التجارة ورئيس مجلس النواب في الكويت العم عبد العزيز صقر، وكنت أعتبره مرجعا للنصائح لي وأنا شاب في بداية حياتي. ذهبت إليه يوما وقلت له: عمي أنا عندي مشكلة مش عارف شو أعمل، هناك كثيرون يهاجمونني دون حق ويشتمونني ولا أعرف كيف أرد، لأن الكلام ليس صحيح والتهم ليست صحيحة. فقال لي بكل هدوء: يعني أنت متضايق لأنه بيهاجموك مع أنك ماشي صح؟ قلت له: طبعا عمي، يعني مين بحب إنه الناس تهاجمه وهو ماشي صح مش عم بيغلط. قال لي: يعني بتحب إنه ما حدا يهاجمك؟ قلت له: يا ريت. قال لي: اقعد في البيت، إذا جلست في منزلك ولم تعمل أي عمل لن تجد أحدا يهاجمك، وإذا أردت أن تعمل وأن تنجح وما دام عملك صحيحا فيجب أن تتوقع وتقبل أن تهاجم. والله أثر في هذا الكلام كثيرا، وأصبحت كلما هجمت اعتبرت أن ذلك هو بسبب نجاحي.